الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. أحرار بلدة أو مدينة بنش كتبوا لافتة ونشروها على السوشيال ميديا تقول: لا تسقط نظاما وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. طبعا هذا تناص مع البيت الشعري: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. طبعا هذا الكلام الموجه في البيت الشعري وفي لافتة أحرار بنش موجه لمن لديهم قدر من الحياء والخجل والمسؤولية والحرص الوطني والإنساني والأخلاقي في الأداء الثقافي وفي الأداء الإعلامي على مستوى النخب وعلى مستوى الساسة والناس العاديين أيضا. لكن ما نشهده في ظل نظام أبو محمد الجولاني أبو الجوج، نظام أبو الميش، نظام أبو عمشة، من انحدار في سلوك الدولة، هذا إنجاز التعبير أو إنجاز لنا إطلاق وصف الدولة على ما يجري حاليا في سوريا باسم الدولة. سبق وذكرت أنه سلوكيات التي تبديها إدارة أحمد الشرع الانتقالية المؤقتة، إدارة الأمر الواقع، لا تمت بأية آصرة بالمعنى الحقيقي والقانوني والأخلاقي والسياسي لمفهوم الدولة. هذا الحضيض السياسي يوازيه ويحاول التماهي معه سلوك وأداء الكثير من المحسوبين على الإعلام السوري، وحتى بعض المثقفين أيضا يحاولون في انحدارهم وسقوطهم الأخلاقي والإنساني والثقافي تقديم أوراق اعتمادهم لدى هذا النظام الطائفي. يريدون يعني أن يشتغلوا بطريقة أو بأخرى مع هذا النظام، ويحاولون بشتى الوسائل تبرير جرائم النظام، نظام أبو الجوج، نظام أبو محمد الجولاني، ومواصلة التهديد والوعيد لمكونات الشعب السوري الأخرى. هؤلاء لا ينفع أو لن تنفع معهم لافتة أحرار بنش، لأنه هم ارتضوا لأنفسهم العار، عار السقوط في الترويج والتغطية على نظام مارس إرهاب الميليشيا ضد مكونات الشعب السوري قبل استلام السلطة وبعد استلام السلطة. إذن هذا المعشر، هذه الجمهرة من حاصل جمع أصناف ونماذج من الإعلاميين، ماذا يمكن أن نسميهم؟ أنا قلت أنه هم جنجويد إعلامي على ثقافي، وأدائهم هذا الأداء المخزي المتمرغ في العار والحضيض والسقوط الأخلاقي أقل ما يقال فيه أنه تعريس. يعني لا يمكن أن أجد توصيفا مناسبا لهكذا أداء. يعني ربما كان توصيف
التعريس يعني لا يرقى إلى سلوكياتهم وأدائهم، وربما توصيف التعريس بالنسبة لهم والعار الذي يتمرغون فيه هو منح شرف هم لا يستحقونه ربما. يعني هم أدنى آه، وأسوأ وأضل سبيلا من سلوكيات المعرس أو العرس. هذا الأداء التعريسي الثقافي الإعلامي نشهده في الكثير من التضليل، في استهداف الدروز، استهداف العلويين، واستهداف الكرد لاحقا، سابقا وحاليا، يعني منتشر ومليء يعني. وفي حال تم فضح والرد على هؤلاء، البعض من المتأرجحين في المنطقة الرمادية يصفون هكذا خيار وطني وديمقراطي بأنه نشر لخطاب الكراهية. يعني عندما أصف هؤلاء بالجنجويد وبالتعريس وبالمعرسين يعتبرون ذلك خطاب كراهية. كراهية ضد من؟ ضد من يبرر للإرهاب، ضد من يبرر استهداف السويداء، ضد من يبرر استهداف الساحل السوري واستهداف المناطق الشرقية. أنا من واجبي أن أثير كراهية ومقت السوريين ضد هذا التعريس، ضد هؤلاء الجنجويد. هذه مهمتي وهذا حقي وواجبي، أن أفضح هؤلاء، أن أعريهم أمام الرأي العام بالسند والدليل والبرهان والرأي النقدي الذي يقبل الأخذ والرد، في حال كان بإمكانهم تقديم ما يفند كلامي وتعزيز ما يؤكد كلامهم على أنهم وطنيون وإعلاميون ومهنيون وديمقراطيون وكل شيء. كل أزمة تعصف بسوريا، كل محنة كبرى تأتي على مكونات الشعب السوري بسبب هذا النظام الفاشي، هذا النظام الإرهابي، نفس إرهاب وفاشية نظام بشار الأسد إن لم يكن أسوأ من النظام السابق. كلما مرت محنة ومأساة بمحافظة سورية تطفو على السطح تلك الخطابات الثقافية والإعلامية التي تعزز سلوك وهمجية وبربرية نظام الجولاني. هذه الخطابات تتروح أو تحاول أن ترتدي لبوس ثقافي أو تخرج من حناجر محسوبة على الحراك الثقافي. محي الدين اللاتقاني، الشاعر والناقد والباحث والإعلامي الذي كان السني، الذي كان يعمل لدى طاغية حماة ومجرم الحرب الذي اقترف المذابح في حماة وكان يقبض راتبه من رفعة الأسد، هذا المسلم المثقف السني المخلص يوما ما باع حماة وضحايا حماة وشهداء حماة لقاتل هؤلاء الضحايا، وأنا أعني وأقصد رفعة الأسد. هذا الشاعر والناقد والباحث يسعى أن يؤكد للنظام الحالي يعني مستويات فاشيته وطائفيته وأحقاده العنصرية المقيتة تجاه مكونات الشعب السوري. شو كاتب؟
يعني تعليقا على غزوة السهيداء، غزوة البدو أو العشائر التي كانت منظمة ومدعومة من نظام أحمد الشرع وفشلت. فشلت المرحلة الأولى، الغزوة الأولى المباشرة، والغزوة الثانية غير المباشرة. شو كتب محي الدين اللاتقاني العبقري الناقد الشاعر المحترم؟ سوريا في مرحلة التحول الضروري التي انتظرها الشعب طويلا، من محطة أبقبلش إلى مرحلة أبقاش بدها. يسخر من لهجة أبناء شعبنا السوري من المكون الدرزي، يسخر، يعني بيخفف دم. هذا في آخر أيامه أعتقد أنه بلغ من العمر عتية، يستظرف ويخفف دم، ويعني من باب الفكاهة والدعابة. مش بس هو، الكل، كل مثقفي وإعلامي نظام أبو الجوج بدأوا يسخرون من كلام ولهجة أهلنا في السويداء. يعني يطلع لك واحد بدوي أو مثلا شاوي أو ديري، يعني أو أي من هذه التصنيفات الموالية لنظام أحمد الشرع، أبو محمد الجولاني، ويسخر من لكنة ولهجة آه، أبناء شعبنا الدرزي السوري. آه، هكذا يقول، يعني هذا السلوك من مثقف وشاعر وناقد، ماذا أسميه؟ أي توصيف ثقافي أخلاقي سياسي يليق بهكذا أداء وسلوك يبرر للهمجية. سوريا في مرحلة التحول الضرورية، الهجوم على السويداء، ارتكاب جرائم الحرب في السويداء ضرورة بالنسبة لهذا المثقف، ضرورة يعني، والشعب كان ينتظرها. يبدو هو الذي كان ينتظرها، كان ينتظر هذه المذابح، وليس الشعب السوري. الشعب السوري لا ينتظر ارتكاب تلك الفظائع التي شهدها الساحل السوري شهدتها محافظة السويداء. هؤلاء الجنجويد، هذا التعريس الثقافي الإعلامي هو الذي كان ينتظر من حكومة أبو الجوج هكذا غزوات بربرية همجية إرهابية، وبيعتبروها ضرورة. هذه الميليشيات والهمجيات والسلوك البربري يعتبرونه ضرورة. يعني أقل ما يقال في هذا الأداء، في هذا الخطاب الثقافي الإعلامي، بأنه يعني تعريس، عرس عند حكمة رفعت الأسد، والآن يريد أن يعرس عند أبو الجوج أبو محمد الجولاني. كان يقبض من رفعت الأسد، هل سيقبض من الجولاني؟ الله أعلم. يحاول تقديم أوراق اعتماده وينسجم مع هذه الحال الهمجية الدموية التي يحاول أبو محمد الجولاني بثها وترسيخها وتثبيت أركانها في سوريا، لكنه سيفشل وسيقع على أعقابه إذا بقي مستمرا في هذا الحقد والغي
والبطش والهمجية والبربرية تجاه مكونات الشعب السوري. هذا الكائن أيضا يعني غسان إبراهيم هو أيضا في هذا السياق، لكن على المستوى التعريص الإعلامي. شو كتب يعني؟ مع تقدم العشائر العربية باتجاه السويداء تعيش قسد، كابوس قد يتكرر عليها إذا زحفت العشائر نحو مقرات. قسد، طبعا هذا الشخص ومن أصدقاء يعني كرد فضحوه إنه كان يحاول التودد لقسد، وفي فترة من الفترات يروج لقسد، وطبعا قدم الخدمات بمقابل، كان بده تمويل، حتى أنه تجاوز قسد إلى كرد العراق وحاول الحصول على تمويل ودعم من كردستان العراق، لكنه فشل في الحالتين. هيك جنجويد، هيك تعريس دائما بحاجة إلى تمويل، بحاجة إلى تغطية. يعني لو حصل على تمويل من قسد أو من كردستان العراق لما رأينا هذا البوست وهذا المنشور وهذا الخطاب يتباهى أنه مع تقدم العشائر العربية باتجاه السويداء تعيش قسد كابوسا قد يتكرر عليها إذا زحفت العشائر نحو مقرات. قسد اللي بيعيشوا الكابوس هم أمثال هؤلاء، من الجنجويد، من المرتزقة، من بائعي الذمم في على السوشيال ميديا وفي الإعلام وكل التفاصيل. يعني الآن سؤال يطرح نفسه، اللي بيشتغلوا حاليا عند قسد في الإعلام إذا من العرب أو من الكرد، إذا سكرت قسد حنفية التمويل والدعم والرواتب عليهم ربما يكون حالهم كحال هذا الجنجويد، هذا الذي يمارس التعريص على السوشيال ميديا ويدعم، يحاول أن يلتمس تغطية ودعم لهذه الغزوة، غزوة العشائر التي أدانها العالم، ومنهم الأمريكي. وطلع أحمد الشرع هو الذي أبقاش بدها، هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف. وانتصر الهجري، الشيخ الهجري، وانتصر أهل الكرامة وفرضوا على دولة الجولاني احترام السويداء، دفعوا ضرائب أبناء السويداء، دم غزير سال على أرض السويداء الطاهرة. حاول الغزاة البرابرة من أنصار الجولاني تدنيس هذه المنطقة المقدسة الطاهرة الجميلة المسالمة، لكنهم فشلوا. أبقبلش تنطبق على الجولاني، لكنه قبل وباعترافه وبخطابه وبنص الاتفاق ووافق وقبل وصاغرا خضع لمطالب أبناء السويداء وسيخضع لمطالب أبناء الجزيرة. وهؤلاء الجنجويد المعرصين في الثقافة وفي الإعلام هم الذين سيعلمون أي منقلب سينقلبون. وثقوا كلامهم، وثقوا كلامهم لكي تواجهوهم بهذا الكلام وبهذه المناشير يوم
يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عندما كنت طفلا في سوريا في سنوات الثمانينات والتسعينات، منتصف التسعينات، كنت أشاهد برنامج التلفزيون والناس الذي يقدمه يعده ويقدمه عبد المعين عبد المجيد. برنامج يعني اجتماعي ترفيهي، يرصد جانب من حيوات المواطنين العاديين في سوريا. يعني هذا الكائن انفصل أو انشق عن إعلام النظام على أساس أنه إعلام طائفي وإعلام يبرر للقتل وكذا، وصار ثوري، لكن وبقي بعيدا عن المنابل الإعلامية المتعلقة بالمعارضة وقت ذاك. يعني لم أره يقدم برنامجا مثلا في تلفزيون سوريا أو في جنب هيك نأى بنفسه عن الموضوع. الآن يطرح نفسه ويقدم أوراق اعتماده بطريقة أو بأخرى، وربما هذا الفيديو النقدي له بوصفه جنجويدا وبوصفه معرسا إعلاميا، وربما يعني يساهم في رفع أسهمه لدى نظام الجولاني، لا أعلم، ربما. لكن هكذا سلوك يشي بأنه الرجل يسعى لتأكيد انتمائه وتقديم أوراق اعتماده لدى كتيبة الجنجويد المعرصين الداعمين لنظام أبو الجوج الجولاني. شو كاتب عبد المعين عبد المجيد؟ سقط الانفصاليون العلويون والدروز وسيسقط الكرد الانفصاليون. الذي سقط هو نظامك السابق، نظام بشار الأسد، كان نظامك أنت، ونظامك الحالي نظام أبو الجوج الجولاني، وأيضا سقط أخلاقيا ووطنيا وديمقراطيا وقانونيا في الساحل السوري وفي السويداء، وسيسقط في شرق الفرات أيضا. لا تنسى كلامك هذا ولا تنسى كلامي هذا، سيسقط. يعني الانفصاليون، هلا سوريا صارت مليانة انفصاليين. الوحدوي الوحيد هو عبد المعين عبد المجيد وأمثاله، هم الوحدويون الحريصون على البلد والوطنيين، والبقية كلهم انفصاليين. مكونات الشعب السوري أصبحت كلها انفصالية، وأهل السنة والجماعة والتيار السلفي الجهادي الذي يحكم هم أصنص الوحدة الوطنية والحرص الوطني وكذا، والبقية انفصاليون يسقطون. أنت الذي ستسقط، وقد سقطت بهذا المنشور. سقط أخلاقيا بأنك اعتبرت غزوة الساحل السوري
غزوة أو كفاح الوحدويين ضد الانفصاليين. اعتبرت إرهاب الميليشيا البربرية وما جرى في السويداء على أنه صراع الوحدويين ضد الانفصاليين. طبعا هذا كذب ودجل ونفاق وتعريس وقوادة كما يقول أهلنا في المناطق الشرقية. نعم، هذه توصيفات جائزة. لا يأتي ويقول لي أحدهم أنه طالما أنك مثقف وتتفوه بهذا الكلام فما حال الناس العاديين. لا عزيزي، هكذا نماذج، هكذا نمر، هكذا سلوكيات وأقوال تستوجب هيك رد، تستوجب هيك توصيف. من نمرة غسان إبراهيم واللاتقاني وعبد المعين عبد المجيد، هذا الكائن لا أجد يعني مثلا توصيفا، يعني شو بدي أقول، يعني سكت دهرا ونطق كفرا. تعريس، يعني هذا القول تعريس، انك توزع، تنصب نفسك بوصلة الوطنية والوحدوية وتصنف كل من يقول لا لنظام أبو الجوج الإرهابي على أنه انفصالي. تبرر ساحة وذمة هؤلاء الهمج أبو دجانة وأبو الميش على أنهم وطنيون أقحاح، والبقية من مكونات الشعب السوري انفصاليون سيسقطوا. أنت الذي سقط، ونظامك سقط أخلاقيا وسياسيا، ويعني أقل ما يقال في هذا الأداء والسلوك بأنه تعريس، إعلام الهشك بالشك، إعلام هشتكنا وبشتكنا يا رئيس. هذا هو سلوك. يعني طيب، كيف لي أن ألتمس عذرا يخفف لعبد المعين عبد المجيد ومن سبقه هذا السلوك والأداء؟ سؤال برسم للمتابعين والمشاهدين، وأنتم شوفوا أعذار ومبررات ربما تخفف من وطأة توصيف التعريس الإعلامي والثقافي عليه. التدخل الخارجي منطق أي عمل شعبي حينما ييأس من تحقيق أهدافه أن يستعين بشيء خارجي. يعني أنت كنت في بيت لا تستطيع أن تطرد مثلا أي واحد، تستعين بجارك. ثواني. أوكي. طلب الحماية الدولية مرفوض جملة وتفصيلا من أي مكون من مكونات الشعب السوري. طلب الحماية الدولية خيانة للشعب وللدولة. نأتي إلى شيخ الكار، وبصراحة يعني أنا أمنحه شرفا هو لا يستحقه عندما أتناوله في هذه الوقفات المصورة. يعني شيخ الكار، كار التعريس الإعلامي، السيد موسى العمر، نأتي إليه فهو خير نموذج ينبغي أن يدرس في الجامعات في كليات الإعلام تحت بند كيف تصبح عرسا معرسا إعلاميا وفق منهج موسى العمر. هذا الكائن تجاوز شريف شحادة وشادي حلوة وكل
أوبة المعرّسين للإعلاء في إعلام النظام السابق، وهو كان جزء منهم، خرّيج إعلام نظام بشار الأسد، والآن ضمن إعلام نظام أبو الجوج أبو محمد الجوراني، شيخ الكار، يعني جميل الحسن وقتيبة ياسين والهبرة والزبرة هدلون الزبالات الحوثلات الموجودين والمنتشرين في السوشيال ميديا هم تلاميذ عند شيخ كار التعريس الإعلامي موسى العمر. أحيانا يكتب لي البعض تعليقات على قناتي في اليوتيوب إنه كيف كنا نعيش مع هذه النماذج، أو أسئلة من هذا القبيل، إنه كيف يمكن العيش مع هكذا نماذج، يعني نماذج من السفالة والنذالة والزبالة الإعلامية التي تبرر للجريمة. أعتقد في شيء في القانون الدولي بما معنى أنه من يلتزم أو من يلتمس الأعذار والمبررات لجرائم الحرب هم أيضا سيحاكمون كمجرمي حرب. هؤلاء مجرمي حرب. من يرى في غزوة الساحل السوري، غزوة أبو الجوج للساحل السوري، على أنه سلوك وطني، هذه جريمة حرب، تبرير لجريمة حرب، جريمة حرب. من يرى بربرية وهمجية نظام الجولاني في السويداء أنه سلوك وطني وضرورة وطنية، يعني هذا أيضا جريمة حرب، لأنه ما حدث في السويداء من استهداف المدنيين وقد جرى توثيق ذلك جرائم حرب كاملة الأوصاف والأركان. هذه الجوقة، هذه الكتيبة من السفلة في الإعلام والثقافة، هؤلاء عندما يلتمسون المبررات والأعذار لهذه الجرائم، جرائم الحرب في الساحل السوري، جرائم الحرب في عفرين، جرائم الحرب في السويداء، من يلتمس الأعذار والمبررات ويحاول الدفاع عن هذه الجرائم هو أيضا مجرم حرب. لذلك الجنجويد الإعلامي في سوريا، دولة الجنجويد، دولة التعريس الإعلامي، دولة المعرسين الإعلاميين في سوريا التي تتبع دولة أبو الجوج، دولة أبو محمد الجولاني، حاليا في أوج مجدها. لكن هل ستبقى هذه الدولة على هذا السلوك والأداء المخزي والمعيب والمشين والمدان؟ لا أعتقد ذلك، بل أنا واثق من ذلك أنه هذا السلوك لن يبقى جاثما على صدر سوريا. وسوريا بعمقها الحضاري، بمثقفيها الأصلاء الأقحاح، بإعلاميها الأصلاء الأقحاح، سوريا ستطوي هذه الصفحة نحو صفحة أخرى تليق بهذا البلد وبهذا الشعب وبمكوناته التاريخية والثقافية القومية والدينية الأصيلة. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في مواضيع أخرى تهمكم وتهم كل السوريين. دمتم بألف خير.